أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة والتاريخ. دي صورة الأميرة زينب هانم أفندي، أصغر بنات والي مصر ومؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا، مؤسس الأسرة العلوية في مصر، وهي بنت إحدى محظياته والتي تدعى شمع نور القادين أفندي، وهي جركسية الأصل. وزينب هانم اتجوزت يوسف باشا كامل سنة 1264 هجرية، وأقيمت لها الأفراح بطريقة لم يسبق لها مثيل، أو زي ما بنقول بالعامية فرح ما حصلش لحد قبل كده. وتم الزفاف في سرايا الأزبكية. وهاجرت زينب هانم أفندي هي وزوجها وأختها نضل هانم أفندي للأستان، عاصمة الدولة العثمانية، وده بعد تولي عباس باشا الأول حكم مصر. وقد رسمت وهي ترتدي فستان أرجواني اللون، وزي ما احنا شايفين الفستان عليه تميمة فيها صورة والدها محمد علي باشا. وماتت زينب هانم في الأستانة سنة 1302 هجرية، وكانت ليها جنازة عظيمة جدا في الأستانة، وده بيدل على حب الناس ليها. الصورة معروضة دلوقتي في متحف الحضارة في الدور العلوي لقاعة النسيم. أشوفكم على خير في فيديو جديد.